كندا. الخصم القادم ديالنا دوري تشومون، الفريق للاغلبيه ديال المغاربه حاضرينه اللي ولاو كيفكروا في المنتخب الفرنسي بدل من المنتخب الكندي. المنتخب الكندي اللي قدم اداء كبير في دوري المجموعات، اللي جا في الثاني المجموعه ب4 نقاط، فوز تعادل وخساره. ففي المباراه الاولى مع البوسنه داروا تعادل 1-1 اللي كان ماتش صعيب، وكان ماتش فيه تفوق كبير لكندا بحيث كانوا مستحوذين على الكره 61% و13 للتسديده اون تارجت، واكثر من 4 فرص اللي ماركوا منهم فرصه واحده. المباراه اللي عرفت التالق ديال الظهير الايسر لاريا ولاعب الوسط اوستاكيو. اما بالنسبه للمباراه الثانيه ضد قطر فكندا اكتسحتها ب6 ديال الاهداف. الماتش اللي عرف التالق الكبير ديال جوناثان ديفيد اللاعب ديال اليوفي ولاعب ليل سابقا اللي ماركا هاتريك، بالاضافه للمهاجم لارين اللي كذلك سجل هدف، وكذلك التالق ديال وسط الميدان اوستاكيو والظهير الايسر لاريا، بالاضافه للظهير الايمن جونستون. في هذه المباراه كانت البوسيسيون دو بال ديال كندا 80%، يعني راه حكموا الماتش بالطول وبالعرض مع 32 فرصه تسديده واكثر من 6 اهداف محققه اللي ماركاوهم كاملين. لكن للاسف هذه المباراه عرفت الاصابه ديال لاعب الوسط كوني الكندي اللي غتبعدوا عن الملاعب لاكثر من 4 اشهر. اما بالنسبه للمباراه الثالثه ضد سويسرا اللي عرفت خساره المنتخب الكندي ب2-1، المباراه اللي كانت شبه متساويه ومتعادله بحيث كلا الفريقين كان عندهم 3 فرص اللي سجلت فيهم سويسرا هدفين مقابل هدف المنتخب الكندي. المباراة اللي كان متقدم فيها المنتخب السويسري بهدفين قبل ما يقلص الفارق المنتخب الكندي عن طريق اللاعب ديفيد، وكانوا قادرين انهم يجيبوا التعادل لولا رعونة المهاجمين لارين وجوناثان ديفيد اللي عانوا بزاف مع المدافع اكانجي مدافع ديال السيتي ورودريغيز، وكذلك تألق الحارس كوبل حارس بروسيا دورتموند اللي تحصل على رجل المقابلة. اما في المباراة ضد المنتخب جنوب افريقيا كان تفوق واضح المنتخب الافريقي في الشوط الاول ب6 المحاولات على المرمى، لكن في الشوط الثاني رجعت كندا للمستوى ديالها، داروا اكثر من 12 محاولة ضد جنوب افريقيا قبل ما يجي الهدف الدقائق الاخيرة عن طريق اللاعب اوستاكيو لاعب بورتو البرتغالي. المباراة اللي عرفت تألق كذلك ديال الحارس ويليامز حارس سانداوز جنوب افريقي. فمنتخب كندا واحد المنتخب اللي عنيد وماشي سهل بالمره، فماركاو اكثر من 9 ديال الاهداف معدل ل4 الماتشات، يعني تقريبا كل ماتش كيماركيو اكثر من هدفين. فكنا باقيين عاقلين على المباراه اللي كانت كتجمعنا معاهم في مونديال 2022 اللي كنا عانينا معاهم في الاواخر اللي كانوا قادرين يماركيو لنا التعادل. ففي ديك الوقيته كانوا غير كيوجدوا للمنتخب لهذه البطوله، والان عندهم لاعبين رائعين بحال جوناثان ديفيد والعديد من اللاعبين الاخرين. فالمباراة غتكون صعيبة، والغلط الكبير اللي نقدروا نديروه هو اننا نديروا الماتش في كرشنا ونحقروهم ونبقاو نفكروا في المنتخب الفرنسي. فهذا هو الغلط الكبير. فخصنا نمشيو ماتش باغ ماتش، ما عمرنا نحقروا هاد الفرقه، هاد الفرقه اللي صعيبه، ولكن ان شاء الله تيقين في الطاقم التقني وتيقين في اللعابه وتيقين في المدرب وهبي. المباراة اللي غتلعب في الولايه ديال بوسطن في امريكا في ملعب NRG ستاديوم مع 6 ديال العشيه. فنتمنوا الخير ان شاء الله في المباراة القادمه. تحياتي.